كيف تخرج من الحزن. ساعات يبقى الحزن حالة كأنك دخلت فيه مش عارف تطلع منه، فمش عاوز حتى سلميها تعالج. مش بتكلم كلام طبي ولا نفسي، لا، ساعات يبقى حالة من الحزن والكآبة دخلت مش راضية تطلع، أو أنت دخلت فيها مش عارف تطلع. ساعات تيجي مع الوحدة، لما الناس بتبقى بتقضي أيام لوحدها ممكن الحزن يكبس. ساعات تيجي مع الإحباط، كم خبر ورا بعض تلاقي الحزن كبس ودخل مش راضي يطلع. ساعات تيجي من الخطايا، الواحد يغلط فيحس بحزن أقرب لليأس، مش حزن التوبة الحلو ده اللي يخليك تصلي وتفرح بربنا، لا خلاص مش طايق نفسك. ساعات تبقى معاها حزن مشوب بالقلق، يعني بكرة هيمشي ازاي، وخوف كده، والخوف لما بيزيد يجيب كآبة طبعا. من كتر الخوف تلاقي القلب مش عارف يفرح بحاجة، مفيش حاجة بتفرح. مداخله كتير، يعني الحزن ما نقدرش نقول انه له مدخل واحد، وكلنا عارفين يعني ايه حزن، بس الطبيعي انه ما يطولش معاك، يعني تطلع منه، لانه الروح القدس روح الفرح، وإلهنا إله الرجاء، عندنا أخبار حلوة مستنيانا ندخل السماء، يسامحنا عن خطايانا، يحل المشاكل كلها، هو اللي يقدر. لكن ازاي تطلع بقى من حالة حزن، بالذات مع صدمة جديدة، مع فقدان حد غالي، مع ظلم جديد، مع استمرار حالة مرض أو حالة عجز؟ كل دي حاجات تخلي الواحد يقول مش عارف أطلع من الحزن. هاخد برضو من حياة داود لما بكى على يونسان، الحقيقة كان حزن راقي لكن عرف يخرج منه. أنا زي ما قلت لكم النهاردة في أول اليوم، داود رجل أحزان تشبه بالمسيح، قيل عن رب المجد يسوع رجل أحزان. طبعا هو في كل حاجة مثلنا الأعلى، لكن داود المحبوب كمان رجل أحزان. فقال له قد تضايقت عليك يا أخي يونسان، كنت حلوا لي جدا. في لما حد يرثي حد أحلى واحد في حياته صعبة، ما يكون أحلى واحد في حياته مشي تحس الدنيا ما بقاش ليها أي طعم، لأنه ده في ناس تانية بس لا، مش ممكن ياخدوا مكان يونسان. كنت حلوا لي جدا، كانت محبتك لي أعجب من محبة النساء. يعني يونسان كأنه عاشق لداود من كتر صدقه، مع أن ده ابن ملك، لكن هو مخلص بشكل مش عادي، ورقيق في مشاعره، وملوش غرض خالص. فطبعا كان بالنسبة لداود ده حاجة مش هيلاقي زيها تاني. كيف سقط الجبابرة، دي حالة حزن، بس خلي بالكم ما كبستش لدرجة داود بقى مكتئب، لا، داود طلع منها وكمل. أفكركم بقى ليه داود بيتألم ويحزن حزن جديد. مثلا في موقف قبل كده خلع يونسان الجبة التي عليه وأعطاها لداود. يوم ما غلب جولياط خاله يونسان جبة ابن الملك، دي لبس غالي قوي وراقي قوي وعلامة تميزه كابن الملك. بتلقائية جديدة قلع الجلابية الغالية دي ولبسها لداود، كأنه بيقول له أنت فخر إسرائيل، أنت جبت لنا النصرة، غلبت جولياط. منتهى البساطة والحب. وبعدين اداله ايه؟ اداله سيفه وقوسه ومنطقته، وداود يقول له كتير كفاية. بس هنا بقى الحب اللي يدلدق ده، المخلص قوي ده، طبعا ده ما فيش زيه، ده ما بيتكررش، ما تعوضش طبعا. فلما يختفي مثل هذا الشخص اكيد في وحدة صعبة وفي حزن شديد، لانه مش ممكن هيجي زيه، وما جاش فعلا في حياة داود زيه. يونسان كله مواقف تاريخية. يونسان مرة راح لداود وقال له بص، أبويا مش هيطولك طول ما أنا عايش، مش هسيب أبويا يطولك، يد شاول أبي لا تجدك، وانت هتقعد ملك. خاله لما يقول له الكلام ده، ابن الملك اللي المفروض يبقى الملك يقول له انت اللي هتبقى الملك، أنا متأكد. قد ايه السبورت اللي جه لداود من واحد بيقول له أنا شايفك ملك، هتقعد ملك لازم.
طبعا الكلام ده كان بالنسبة لداود واحد يعني هو اللي بيرفع نفسيته وسط الوجع والآلام، حتى السبورت ده اختفى. وقطع كلاهما عهدا أمام الرب. طبعا يونسان خلص بدري، داود استمر يخدم أسرة يونسان بعد كده. أول مخرج للحزن البكاء، مش عارف أسميه إيه، نوع من البكاء اللي فيه حزن راقي مشوب بالصلاة. بلاش لما تبقوا بتبكوا من غير صلاة. من غير صلاة البكاء ممكن يأذي. البكاء سلاح نفسي إنساني رائع، لكن لو بكاء مع أفكار متشائمة يجيبك لتحت، يزود الحزن. لكن لو بكاء مع أفكار رجاء أو وعود إلهية أو تأملات أو صلاة، الدموع دي غسيل، شفاء. عشان كده حتى في ناس تقول لك لما عيط ارتاح، يعني فك. لكن لازم تكون دموع مليانة أفكار إيجابية. فيقول رثى داود هذه المرثاة شاول ويونسان ابنه. لما كتب الشعر، على فكرة الفن هنا له دور. الناس اللي بتفهم في الفن ساعات يطلعوا مشاعرهم في لوحة حزينة، بس اللوحة دي ريحت قلبه. في حد يطلع شعر، في حد يطلع ترتيلة، في حد يطلع أي حاجة فنية بتطلع مشاعر، والمشاعر دي راقية معبرة. فهو كتب شعر، الحاجة اللي بيفهم فيها داود. عاوز يدي هدية ليونسان بعد ما مشي، كتب فيه شعر ولحنه وغناه وعملوا نشيد وعلموا لكل شباب البلد، كنوع من العرفان لصديق عمره.